بسم الله الرحمن الرحيم. يوم السبت الجاي ماتش الزمالك واتحاد العاصمه في الكونفدراليه، وده ماتش طبعا مهم. الحقيقه في تخوف عند جمهور الزمالك، ولكن انا بشوف انه حتى النتيجه بتاعه الماتش في الجزائر 1-0 المفروض يعني الزمالك كان يستحق الفوز مبدئيا. انا رايي ان الزمالك لعب ماتش هايل وكان يستحق الفوز، لكن يمكن النظره التفاؤليه في الموضوع انه الزمالك في 2019 كان النهائي بينه وبين نهضه البركان. هو في ماتش الذهاب اتغلب برضه 1-0. لما ماتش العوده في مصر قدر يفوز 1-0 ولعب ضربات ترجيحيه وقدر ياخد البطوله. فده يعني من نوع من التفاؤل انه ان شاء الله الزمالك قادر ان هو يفوز في الماتش بتاع يوم السبت وياخد البطوله. في 2024 برضه الزمالك نفس الحكايه، كان النهائي برضه مع نهضه البركان، اتغلب هناك 1-0 وجه هنا قدر يفوز، اتغلب هناك 2-1 وجه هنا قدر يفوز 1-0 وقدر ان هو ياخد البطوله. ففكره ان هو يتغلب في ماتش الذهاب حصلت في المرتين وقدر برضه الزمالك يحقق البطوله، وده شيء جيد وشيء يبعث على التفاؤل. وانا شخصيا متفائل جدا ان الزمالك قادر ان شاء الله، والفرقه فرقه اتحاد العاصمه الزمالك افضل منها وقادر ان هو يتخطى العقبه دي. لكن لازم الزمالك يكون في توازن ما بين الدفاع والهجوم، لان هي الفرقه دي بتهاجم على فكره. الفرقه دي يعني شفناها يعني بتلعب كره هجوميه، فانت لازم بس تعمل توازن بين الدفاع والهجوم، ما تبقاش مستعجل على الجول وما تبقاش متسرع ولا تبقى متوتر انه لازم تحط جولين ثلاثه. لا، انت مش لازم تحط جولين ثلاثه، ده ماتش انت محتاج تفوز ان شاء الله 1-0. ان شاء الله 1-0 عادي جدا، ما تلعب ضربات جزاء، ايه المشكله؟ يعني ما فيش مشكله. فانك لازم اللعيبه تبقى هاديه ولازم يبقى عندها قناعه ان قدامها فرص متعدده، مش لازم تفوز 2-0 فيبقى ده ضاغط على الاعصاب. لا، انت لازم تبقى عارف انك انت المطلوب منك انك انت تدخل جول، عرفت تدخل جول انت تشتغل على الجول الثاني برضه بتوازن دفاعي وهجومي، مش بتسرع ولا لهوجه. اذا خدت الماتش مرحله مرحله لا هتقدر تتخطى العقبه دي، تقدر ان شاء الله تاخد الكونفدراليه، وان شاء الله الزمالك قادر ان هو يحصل على هذه البطوله المهمه جدا 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 بالنسبه للزمالك. يا جماعه الزمالك في محنه ماليه كبيره، مش هينفع يعيش على الاكسجين بتاع ممدوح عباس، مش هينفع. الزمالك محتاج ان هو يدخل دولارات من خلال بطولات. مهم جدا بالنسبه للزمالك ان هو يكسب الكونفدراليه، وال 4 مليون دولار دول هيبقوا طوق نجاه للزمالك، وان شاء الله ده اللي هيحصل يوم السبت، واتمنى التوفيق. شكرا جدا لكم.